واخيرا بقى يا جماعه الفيديو اللي كلكم بتستنوه من سنين، مش هقول من شهور، لا. الفيديو ده كل الناس اللي بتتفرج عليا مستنيينه اديلهم سنين بالظبط. اللي هو امتى دورة في المطبخ هتتنضف، اللي هو امتى المطبخ بتاعك هيبقى زي الناس، اللي هو المطبخ بتاعك امتى يتروق ويبقى حلو كده ومنظم ونظيف وحلو. خلاص يا جماعه، خلاص آن الأوان. طبعا انا عايزه اقول لكم الفتره اللي فاتت دي كنت بصور لكم الشقه واحنا بننضفها ومش عارف ايه، بس طبعا انا كنت ساعتها قلت لكم ان المطبخ لسه لسه، والتلاجة لسه، والبوتاجاز لسه، وحاجات كتير قوي لسه. فالنهارده بقى دور المطبخ ان هو يوصل كده لمرحله حلوه ومرحله جميله، وحاجه كده ايه يعني تفتح النفس للحياه، ان انت تخشي مطبخك كده، يعني تعرفي تعملي الاكل كده وانت واقفه في مكان نظيف. انا مش عارفه بصراحه ازاي كان واصل للمرحله الصعبه قوي اللي انتوا كنتوا شايفينها دي. بصراحه كانت اصعب مرحله ممكن يعني حد يتخيلها في حياته. الوضع الوقت اختلف تماما، يعني الامكانيات بسيطه، الدنيا يعني باقل الامكانيات. عارفه انت اللي هو النظافه فعلا مش محتاجه امكانيات خالص. اكيد اكيد المنظر ده اللي انتوا شايفينه ده احلى مليون الف مره من المنظر الاولاني، حتى لو المفارش ورق جرايد. بس كان هيبقى احسن واحسن لو كنت جبت مفارش وكده، بس يعني ايه، ما انا مش هفضل قاعده مستنيه ان انا اجيب مفارش واقعد اقول لا دي غاليه ومش غاليه والميزانيه ومش الميزانيه. اكيد اللي انا عملته ده، التصرف اللي انا عملته ده هو ده الصح. على ما ان شاء الله باذن الله ابقى اجيب موضوع المفارش ده بعدين. حتى الواحد لما يجيب المفارش يفرشها على نظافه، تبقى الدنيا نظيفه كده ورايقه. بعمل ايه دلوقتي بقى؟ زي ما انتم شايفين برص بقى النيش بتاعي. طبعا انتوا كلكم شفتوا المطبخ ده كان عامل ازاي في الفيديو اللي قبل ده مباشره. مباشره ارجعي له كده وشوفي الدنيا عامله ازاي، بس ما تتخضيش يعني. كان حاجه صعبه بصراحه. تراكمات السنين، مش هقول تراكمات شهر ولا اتنين، سنين سنين. انا معترفه وما عنديش اي مشكله خالص ان انا اعترف، بس المهم العبره بالنهايه بقى يا جماعه، العبره في النهايه. يلا بقى بينا، النهارده يوم وقفة عرفات. ندعي كتير ونصلي على رسول كتير، وما تنسينيش في دعواتك الحلوة. ما تنسيش ابني ان ربنا ينجحه يا رب ويجيب اعلى مجموع، يجيب 95%. انا نفسي ابني يجيب 95%. ازاي؟ معرفش. ادعوا له بالله عليكم ان ربنا يفرحني بيه ويجيب اعلى الدرجات. طيب، مبدئيا كده دي الصيني، الاطباق الصيني بتاعتي، اللي انا غسلتها وحطيتها كده في الطبق اللي انتوا شايفينه ده، وكنت قلباها كده علشان تتصفى من الميه بتاعتها، علشان هشيلها مش هحطها في ذره في المطبخ. كانت زحمالي المطبخ، وفي نفس الوقت بتتردم تراب وزيوت من المطبخ والابخره بتاعه المطبخ. فالحاجات دي لما بتبقى مكشوفه، وحتى لو مقفول عليها ضرفه المطبخ، بيخش لها تراب برضه. بس مش هيبقى زي ما تكون الظرف مفتوحه، طبعا في فرق شاسع، فرق كبير جدا، 180 درجه. فانا قررت بقى، بما ان عندي اطباق كتير قوي، يعني ابويا في جهازي وامي كانوا جايبين لي كميه اطباق تكفي البلد بحالها، مش تكفيني انا بس تكفي البلد اللي حواليا كلها. يعني لو كل حد هياخد له 10 اطباق هيكفي البيوت كلها ان شاء الله. فقلت بقى يا بنت ايه، لميهم كده وخلي بس على قد في المطبقيه، على قد احتياجاتك واكتر من احتياجاتي كمان. يعني انا سايبه في المطبقيه بتاع 20 طبق، 30 طبق كده، اشكال بتاع ده، مش اشكال، اشكال واحجام، اشكال واحجام مختلفه. والباقي بقى هشيله ان شاء الله لما احتاجه، لما يبقى عندي عزومه، عندي ضيوف، آه، ناس يعني مهمين مش مهمين، يعني ناس غريبه، يعني ناس مش مننا وعلينا، ناس غريبه. فساعتها الواحد بقى بيطلع الاطباق الصيني والبايركس والاركوبال والحاجات اللي هي النظيفه دي. فانا خليت بقى في المطبقيه الاطباق الميلامين. فاهمين قصدي ازاي؟ طب يلا بينا نصلي على الرسول كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. استغفرك ربي واتوب اليك. هنا كنت، بص عايزه اقول لك، كنت جبت اخر اخري، كنا بالليل جدا، يعني هنا في التوقيت ده كنت بالليل جدا. ده اللي هو الفيديو ده انا مصوراه يوم الاربع بالليل. دلوقتي انا بكلمكم بسجل لكم الفيديو يوم الخميس الصبح. ماشي، النهارده يوم وقفه عرفات، مش عايزين يا جماعه نضيعه. مش هقول في الترويق يعني، اللي روقت خلاص يبقى انت كده فزتي بجد، ووقتك كله ليكي. اللي زي حالاتي كده لسه ما خلصتش ولسه وراها حاجات كتير قوي عايزه تتعمل، اكيد هنعمل حاجتنا دي
ونستاهل بقى الزنقه اللي احنا فيها دي. بس انا كنت بسقف معرفش ليه. ونستاهل الزنقه اللي احنا فيها دي عشان احنا ضيعنا وقت كتير وكسلنا كتير. فاللي بيكسل يستاهل. بس ده ما يمنعش ان لسانك دايما ذكر ذكر ذكر، استغفار استغفار استغفار، صلاة على الرسول. هتاخدي ان شاء الله اجر مضاعف، اجر تعبك وشغلك كده في البيت وتنظيف البيت، واجر ان شاء الله الاذكار الجميله اللي انت بتقوليها والدعوات الحلوه اللي انت بتقوليها وكل الحاجات دي. طيب انا بعمل ايه هنا؟ زي ما انتم شايفين برص الاطباق بتاعتي في جرادل قديمه، الجرادل البلاستيك بتاع البويه القديمه. لقيت بصراحه ان ده احلى فكره جميله، احلى من الكراتين كمان. الكراتين ممكن اللي يجي يشيلها ما تكونش الكرتونه قويه من تحت، او حتى لو قويه بس برضو الصيني بيبقى تقيل. ممكن تيجي ترفعي الكرتونه تنزل بالاطباق اللي فيها وخلاص على كده الموضوع انتهى. لكن الجرادل الحلوه بعد ما اخلص بقى خالص هحطهم في دوره في المطبخ من تحت، يبقوا كده معروفين ان دول الاطباق والصيني بتاعي. لو عندنا اي عزومه او اي مناسبه او اي ضيوف نطلع بقى منها وتبقى نظيفه كده على الاستعمال على طول. يا دوبك تشطفيها كده وتنشفيها وتغرفي فيها على طول. ممكن كمان ما تتغسلش، هي كده كده في الجردل وهيتقفل عليها الغطا، مش هيخش لها فتفوت التراب. طيب انا هنا بقى عملت المطبخ من فوق، نزلنا بقى على المطبخ من تحت. صعب، ما منكرش ان الشغل اللي انا بعمله ده صعب جدا جدا فوق ما تتخيلوا يعني، بس ربنا بيعينه بيقوي والله. هنا بقى كانت ريم جت من السفر، ودي كمية الحاجات اللي بتبقى واخداها والله العظيم عربية بصندوق يا ولا بتروح تجيبها وتوديها. فمش عارفة ليه كده بتاخد حاجات كتير قوي معاها، كتير كتير. بصوا بصوا كمية الحاجات قد ايه. هنا بقى كنت خلاص جبت اخر اخري والله العظيم. قلت اخد بقى ايه استراحة كده واقوم اكمل تاني. يعني انا من نوعيه الناس اللي ما بعرفش اعمل شغل كتير، بتعب. ما اقدرش اعمل المطبخ كله كده وخلاص واجي على نفسي، ما بقدرش. فلازم اخد استراحه كده شويه وبعد كده اقوم اكمل تاني. الشغل مش هيطير يعني، بس الوقت هو اللي بيطير بصراحه. الشغل مش هيطير بس الوقت هو اللي هيطير. عايزه اقول لكم ضيعت وقت كتير قوي والله. مش ضيعت يعني، كسلت كسلت وقعدت بقى كتير، فتره كتير، يجي ساعه ولا اتنين. حطيتوا لايك للفيديو يا جماعه ولا لسه؟ متنسيش بقى تحطي لايك لاختك وتشتركي في القناه لو لسه مشتركتيش، وفعلي زرار الجرس وشيروا الفيديو. عشان الفيديو ده حلو قوي بصراحه. على فكره في بتاع ده مقاطع فيديو اتحذفت، معرفش راحت فين. يعني الظرف اللي تحت دي انا لما نزلتها روقتهم ومسحتهم وغسلتهم، بس معرفش المقاطع دي راحت فين بصراحه. تقريبا التليفون بقى حذفها مع نفسه، عادي بتحصل، مش مشكله، عادي. المهم الشكل النهائي والمهم النتيجه النهائيه. هنا بصوا يعني ماشيه اللي هو بالعافيه، مش عارفه امشي اصلا. مش من كتر الحاجه اللي في الارض، لا من كتر ما انا خلاص بقى يعني وجبت اخري بصراحه. هنا الفرن ده انا مش عارفه اعمل فيه ايه ومش عارفه اوديه فين. كنت عايزه احطه في ضرفه من فوق في المطبخ من فوق، بس للاسف الضرفه ما خدتوش، فقلت انزله في الضرفه اللي تحت. بس برضو للاسف الفيشه ما طالتش. فاهمين قصدي؟ الفيشه ما طالتش الكوبس. فشكلي كده احطه على الرخامه وخلاص. انا ما كنتش عايزه احطه على الرخامه بصراحه، مش عايزه احطه على الرخامه. كنت عايزه افضي الرخامه خالص كده. حتى انتوا لو تلاحظوا خدت العجان وحطيته على في ضرفه من جوه. يعني انا افضي الرخامه مش هخلي فيها غير الكاتل فقط وازازه زيت وبرطمانين كده بتوع الشاي والسكر وخلاص.
هنا بقى بجيب ورق الجرايد بتاعي كده واقعد اقصقصه كده بالمقص، سبعات وتمانيات. فاكرين الحركة دي بتاعت زمان؟ كانت والله العظيم أيام كلها خير وبركة والناس كانت حلوة وبسيطة كده ورضا رضا بكل شيء. كل المفارش زمان كانت هي جرايد. انتوا فاكرين ولا لأ؟ كله كانت أمي وأمك وستي وستك تفرش النملية، ما كانش في مطبخ حتى خشب، بيبقى نملية كده، تفرش النملية بالمفارش دي، حتى لو في رفوف على الحيطة كده ولا حاجة تفرشها برضو بالجرايد اللي زي كده، تروح مقصقصاها سبعة وتمانية كده. ف... وكانت الحياة جميلة وزي الفل والله. اهم حاجه راحه البال يا جماعه، كل دي شكليات، اهم حاجه راحه البال. واهم حاجه طبعا يعني النظافه، ان انت تنضفي. افرشي بقى اي حاجه، اي حاجه مش هتفرق، بس اهم حاجه الدنيا تبقى نظيفه كده وشكلها حلو ومريح للعين بصراحه. هنا ورق الجرايد اللي انا بركنه على جنب ده لقيت فيه ايات قرانيه يعني، فما ينفعش ان انا افرشه واحط عليه حاجات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك. هنا بعمل ايه بقى علشان الجرايد دي ما تتحركش؟ جات لي فكره حلوه قوي. كنت هعملها بدبل فيس بس ما لقيتش البكره بتاعت الدبل فيس. قلت يا بنت خلاص، فاكره زمان لما كنا بنعمل زينه رمضان كنا بنلزق الورق بايه؟ بشويه عجين بميه كده، دقيق بميه. رحت عامله شويه دقيق بميه كده وعاملاهم عجينه زي ما انتم شايفين، وبدات الزق بيها الجرايد، يعني اخد حته كده واحطها على الجورنال من تحت والزقها على الرخامه، بتلزق وتبقى زي الفل. طيب لما تيجي تشيل الجرايد دي العجينه عادي نبقى نكحتها كده بحته سكينه وخلاص. هنا بقى برص المواعين بتاعتي اهي على نظافة. بعد ما نضفت الرفوف وغسلتها كده ومسحتها وخليتها زي الفل اهي زي ما انتم شايفين، بس لسه بقى طبعا الارضيه، الرفوف اللي في الارض دي لما هاجي امسح الارض بقى هعملها برضو وانضفها مع الارضيه. عايزه اقول لك الترويق والتنظيم بيوفر معاكي مساحه. يعني الاول كان المطبخ الحاجات متكدسه فيه ومتكربسه فيه، وتحس ان هو يعني ما فيهوش مساحه ان انت تحطي فيه كوبايه تانية. لكن لما روقت الدنيا كده ورصيتهم ونظمتهم، لا ده فيه مساحه كبيره كمان زي ما انت شايفه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا بقى ايه، خلاص انا رصيت كل الحاجة وكده، فاضل بقى شوية مواعين، مواعين كتير يعني، فقلت اغسليها هي بتصفيها ورصيها برضه هي التانية، ما تسيبيش اي حاجة خالص في الحوض تبقى يعني تراكم عليكي، تخلي الدنيا تتراكم عليكي تاني على طول في حموتها كده. هاتي كل المواعين واغسليها ورصيها، نشفيها ورصيها. فطبعا بما ان فرشنا المطبخ بقى بورق جرايد مش هينفع ان انا اعمل زي الاول واحط بقى المواعين بميتها والكلام ده، ما ينفعش. او كان الاول رخام وبتاع فكانت الدنيا تمام، لكن دلوقتي لا خلاص ما ينفعش. اهو بصوا مواعين كتير لسه عايزه تتغسل برضو. عايزه اقول لك الصواني والحاجات دي نظيفه، بس من كتر ما هي كانت مركونه في الضرفه فمليانه تراب ودهون والبخار والزيوت والحاجات اللي بتبقى في المطبخ دي، لكن هي الحاجه اصلا نظيفه. مش كله يعني، في حاجات نظيفه وحاجات فيها بواقي اكل.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب حقق لنا كل الأمنيات وكل أحلامنا يا رب. طيب عشان برضو ما وهمكوش وما وعدكوش ان انا في الفيديو ده هخلص المطبخ وافرشه كله، لا طبعا مش تراكمات السنين دي مستحيل ان هي تخلص كلها في يوم واحد، مستحيل. لان انا زي ما انتم شايفين انا بعمل تنظيف عميق لكل حاجه، كل حاجه في المطبخ نزلتها وغسلتها. فانا مش خارقه او مش سوبر وومن ان انا اعمل كل ده في وقت واحد او في يوم واحد، لا. هي ايه، هتبقى اجزاء كده وسلسله تنظيفات. بس هو اللي هو انت ايه، انت لسه لو لسه ما خلصتيش قومي كده يلا تشجعي وتنشطي معايا واعملي بقى زي ما انا بعمل، طلعي. بس خلاص النهارده خلاص، يعني النهارده عارفه مش هينفع ان انت تعملي اللي انا بعمله ده. انت نضفي بقى من على الوش كده وظبطي امورك، ومن بعد العيد بقى ان شاء الله ننظف بقى كل حاجه تنظيفات عميقه. جميل والله التنظيف العميق ده تحفه، تحفه بجد. حاجه كلها بتبقى نظيفه كده، وكل فتفوته في البيت وكل ذره في البيت تبقى نظيفه، دي حاجه تحفه التحفه يعني. بس هو بصي ان شاء الله انا كده خلصت جزء يوم الاربعاء، وطبعا النهارده الوقفه الخميس. انا هخلص بس معاكم تسجيلي للفيديو ده وهقوم اكمل، يعني لسه الظرف بتاع المطبخ اللي هي تحت الحوض دي ما خلصتش، لسه ما خلصتش، مستنينا لسه شغل كتير والله. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. في كتير منكم قالوا لي الحلل والمواعين والحاجات دي خفيها شويه وشيلي جزء منها وخلي بس احتياجاتك. ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل. بس هشوف كده هقدر استغنى عن ايه. مع انه والله بص انا عايزه اقول لك على حاجه، انت لما بتلاقيني بغسل مواعين انت بتلاقي ان المواعين كلها في الحوض او كل الحاجات اللي عندي في الحوض، معنى كده ان انا بحتاج كل الحاجات دي، ما اقدرش استغنى عن اي حله ولا اي طاسه ولا اي حاجه من الحاجات دي. فمش عارفه بقى يعني، مش عارفه اعمل كده ازاي بصراحه، لان انا فعلا بحتاج كل حاجه يعني في عمل الاكل، هغسل حاجه هنضف حاجه. وما عنديش انا بلاستيكات كتير، ما عنديش بلاستيكات اصلا، يعني انا ما عنديش اطباق بلاستيك اصلا. فهتلاقوني بستعمل الحلل الالمونيا والحلل بتاعتي في اي حاجه، يعني لو هغسل فراخ، هعمل كيكه، هعمل معجنات في الحلل. فمش قادره استغنى عن حاجه بصراحه منهم. واحده تقول لي طب ما انت تشتري بقى اطباق بلاستيك هتوفر لك المواعين دي. مش عايزه اشتري بس مش عارفه يعني ما فيش مكان بقى، يعني اقعد بقى اجيب حاجات واكركب الدنيا. فبستعمل المواعين اللي عندي وخلاص، بتقضي الغرض، كله بيقضي الغرض يا جماعه. طالما الحاجه اللي عندك بتقضي الغرض
ونفس النتيجة، خلاص بشتغل وخلاص بالموجود عندي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفرك ربي وأتوب إليك. لو تلاحظوا هنا بصوا الدنيا ضلمت خالص. كنا بالليل قوي، يعني لو كانت الساعة 2 دلوقتي، الساعة 2 بالليل، انت متخيلة؟ ده زنقت نفسي جامد، انا معترفة ان انا زنقت نفسي جامد. وانا ما بعرفش اشتغل للأسف الشديد، ما بعرفش اعمل حاجة في حياتي الا لما اتزنق. اللي هو خلاص يعني بلعب دايما في الوقت بدل الضايع. مش عارفة يعني. ده عيب قادح فيا بصراحة، ده عيب جامد جدا. ان هو انا لا يعني، طب ما انا كان قدامي ايام كتير فاتت يعني كان قدامي الفرصة كتير قوي. ليه ما عملتش كده؟ لا لازم ازنق نفسي لحد قبل العيد بكام ساعة. ايه ده؟ بجد صفة وحشة جدا انها تكون في البني ادم. احاول والله اشتغل على الموضوع ده واغير الصفة دي تماما. حاولت بصراحة في فترة من الفترات، في رمضان وفي العيد وكده. بس اللي يعني اللي عنده طبع معين بترجعي له جري، لا بس لا، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هنا بقى ايه، كان في شوك وحاجات زي كده في المطبخ عندي كنت ركناها. فرحت مطلعه كله، غسلت كله علشان يشتلوا بقى، احطهم الفهم في كيس كده ولا حاجه في شنطه بلاستيك، والفهم بقى كده لايه، لاي ضيوف كتير تجيلي يبقى عايزه محتاجه معالق زياده، شوك زياده، تبقى الحاجه عندي ونظيفه كده ومغسوله ومحطوطه في مكان ما فيهوش تراب، يعني ابعد عنها التراب. هنا بقى هرص الحاجه بتاعتي جوه اهو. بس كده نكمل بقى بكره، لان كنت خلاص طاقتي نفذت. مفيش طاقه ان انا اعمل اي حاجه تانية. اشوفكم على خير بقى بكره ان شاء الله، والى اللقاء. استودعكم الله.